عمرك قلت جملة بسيطة بس خلت اللي قدامك يغير وجهة نظره عنك؟ صدقني في 5 جمل انت ممكن تكون بتقولهم من غير قصد بس بيكسروا صورتك في الشغل. تعال اقول لك عليهم واقول لك تقول بدلهم ايه. رقم 1، ما تقولش ده مش شغلي. ليه؟ لانك كده بتبان انك شخص سلبي ومش متعاون. قول خلينا نشوف مين الانسب للمهمة دي. رقم 2، ما تقولش انت غلطان. الجملة دي بتهدم على الشخص مش على الفكرة. بدلها قول في طريقة تانية ممكن نجربها. الجملة الثالثة، اهدى كده شوية. الجملة دي بتستفز اللي قدامك وتخليه يغلي. قول تعالى نرجع نركز على الهدف. الجملة الرابعة، ما عنديش وقت للكلام ده. كأنك بتقول له انا اهم منك. بدلها تقدر تقول له دي المهام اللي عندي دلوقتي وبعد كده نبقى نرتب الاولويات سوا. في الشغل مش بس ايه اللي قلته لكن ازاي خليت اللي قدامك يحس. جرب البدايل دي وهتشوف احترام الناس ليك. قول لي في الكومنتات ايه اكتر جملة من دول انت سمعتها او ممكن تكون وقعت فيها، وشارك البوست مع حد لسه بيقول لك ده مش شغلي.